السلام عليكم متابعينا الكرام، شلونكم اخواني؟ اخباركم اصدقائي؟ في فيديو اليوم احنا عم نتكلم الان يعني مع تبقي قرابة يعني تقريبا ال5 ساعات على انطلاقة مباراة نادي العربي والشحانية في اولى جولات دوري نجوم اوريدو على ملعب نادي السد استاد جاسم بن حمد الذي يتسع ل 15,000 متفرج. قبل ما ندخل بالتفاصيل اخواني بدنا منكم همتكم على زر اللايك، بده الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. واخواني اذا مو مشترك بالقناه اتمنى انه تشترك فيها. تبي توقعك نتيجه المباراه بالتعليقات، حصرا ملوك التوقعات توقعوا لنا اياها، ورب ان شاء الله يحفظكم، وان شاء الله كل شخص يضغط على زر الاشتراك رب يوفقه يحقق اللي بباله. واخواني نكسب اجر الصلاه على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. اذا اصدقائي اليوم الساعه 8:30 مساء يلتقي نادي العربي ونادي الشحانية في أولى مبارياتهم في دوري نجوم أوريدو. يعني صراحة دائما المباريات الافتتاحية مهمة لكل الفرق، يعني ما شاء الله شفنا مفاجآت الدوري القطري، ورأينا ماذا فعل يعني نادي الشمال بنادي السد، ورأينا يعني بعد تعادل نادي الغرافة أيضا. إذا أخواني صراحة يعني نتائج يعني ما في إنه تحزر عليها، الرتم مرتفع، الليفل عالي عند الأندية القطرية، ما في نادي صاعد حديث، ما في نادي هذا ضعيف، ما في نادي عمل ميركاتو قوي، كل الأندية سواسية، ما في رحمة بأرض الملعب. الحسم سيكون خلال 90 دقيقة. إذا نخشى على العربي من المفاجآت أمام نادي الشحانية الصاعد حديثا والمعزز يعني صفوفه بعدة صفقات. نتمنى إن شاء الله أن نكون اليوم على قدر المسؤولية، تكون اللاعبين إن شاء الله يعني على قدر يعني حب الجماهير لهم إن شاء الله، وتكون إن شاء الله نتيجة إيجابية، وثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري، 3 نقاط افتتاحية يعني دفعة معنوية. طبعا اخواني اليوم موضوع السومة وجاسم جابر يثير الشكوك ان شاء الله، وفي مباراة اليوم راح يتم الحسم. الان ضمن الفيديو راح نتكلم بهذا الشيء، لكن اول شغلة المدرب يونس علي ابو علي رايته بيض، الزلمة ما قصر، الزلمة مثله مثلنا يشهد بالله انه الزلمة طلب تعاقدات، ومن خلال يعني كلامه في المؤتمر يعني الصحفي لمباراة نادي الشحانية تكلم انه طلب وطالب، لكن لا حياة لمن تنادي. النادي العربي بموضوع الإدارة أخواني، الجهاز الإداري الذي تم انتخابه ل4 سنوات الذي يعمل بدون خطة من أجل كرة القدم لم يلبي طلبات المدرب الوطني يونس علي. للأسف أخواني هذه المشكلة، هذه المعضلة. المدرب طالب وما قصر، لكن الحمد لله أنه أخذوهم معسكر خارجي. والله أخواني يعني كان حتى معسكر خارجي ما فيه، هناك مشاكل فنية داخل النادي، هناك يعني اخواني صراحة يعني والله النادي الان يعني فترة تحسوا فترة ضياع، لكن نتمنى ان شاء الله انه تجليس وتسوية الامور باسرع وقت من اجل مصلحة النادي، من اجل الجماهير العاشقة لهذا الكيان العرباوي. اذا اصدقائي موضوع عمر السومة واللاعب القطري جاسم الجابر اليوم يعني اخواني سيتم يعني ان شاء الله كشف هذا الموضوع ان شاء الله، اذا كانوا مشاركين او لا. ان كان يعني احنا معروف انه جاسم جابر وعمر السومة اساسيين بالسكور، لا دكه ولا غيره، الا في يا ربي في حال الاصابه او تكون مباراه غير مهمه يعني. لكن مباراه اليوم مهمه، مباراه مفصليه مفتاحيه في الدوري، مباراه يعني راح تترتب عليها امور كثيره في هذا الموسم. فان راينا جاسم الجابر احتياطي او خارج سكور المباراه وعمر السومة كذلك الامر، معناته المشاكل الاداريه بين اللاعبين يعني والاداره الحالية عم تتفاقم، ما وصلنا الحل، ما وصلنا النتيجة. كلا اللاعبين يريد الخروج، عمر السومة يريد العودة إلى دوري روشن، وجاسم الجابر يريد الخروج إما للسد أو لنادي الريان. إذن أصدقائي يعني صراحة خاصة اللاعب جاسم الجابر يعني الراتب المعروض عليه حاليا في العربي يعني تم عرض عليه أضعاف. يعني هناك أنباء أخرى تتكلم يعني حول مكانه في المنتخب القطري، لأنه أيضا في محسوبيات أخواني بين الأندية، كان نادي السد أو الأندية الأخرى أو نادي دحيل أو الريان. إذا أصدقائي يعني والله صراحة نتمنى إن شاء الله يعني اليوم يعني يتم يعني حل موضوع عمر السومة وجاسم الجابر قبل بداية الدوري أصدقائي، وإن شاء الله نشوفهم أساسيين ونشوفهم مع النادي العربي إن شاء الله، نخطف النقاط ال3 من نادي الشحانية إن شاء الله، وتكون بداية خير وبداية موفقة لنادينا نادي العربي. أنت عزيزي المتابع إيش توقعاتك؟ هل تتوقع إنه السومة وجاسم الجابر أساسي، أم إنه أخوان راح ما يلعبوا او يكونون احتياطيين بالسكور 5 ساعات؟ يعني تقريبا راح تبين الامور ان كان جاسم جابر وعمر السومة اساسيين او خارج سكور المباراه، او راح يعني يكون هناك خلاف يكونون على دكه الاحتياط او على المدرجات. ان شاء الله اخواني هذه الامور المبهمه كلها راح تتضح، واكتبوا لي رايكم بالتعليقات وتوقعكم نتيجه المباراه وتوقعكم من موقف عمر السومة وجاسم جابر من تشكيله اليوم. لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناه صديقي، وشكرا لك.